من بيروت يتم اختطاف طيارة فيها 15 ملكة جمال حول العالم، وهذه الطيارة كانت رايحة من بيروت إلى روما. هذا الخبر تم نشره في جريدة القبس سنة 1977، والخبر طويل وعريض ومفاده كالتالي. الخاطفين اللي كانوا خاطفين الطيارة هم أساساً يعني من الشرق الأوسط، ما ندري من منو أو من وين يعني، وكانوا طالبين فدية ب15 مليون دولار. واللي خاطفين الطيارة ما كانوا قاعد يطلعون فقط الفدية، لا، هم كانوا قاعد يطلعون شيء ثاني تقريبا مو الكل كان عارف عنه. لأول مرة وقتها يعني ب 1977 يتم استخدام نوع من الأحجار الكريمة واللي يعتبر نادر جدا، وهو الياقوت الأسود. والياقوت الأسود من بعد هذه الحادثة أصبح محرم في التصنيع. ليش؟ اللي كانوا خاطفين الطيارة عارفين أن هذا الياقوت الأسود كان أصلاً مستخرج من أفريقيا، تحديداً من بعض القبائل القديمة اللي كانوا يمارسون السحر في أفريقيا. هذا الحجر طبعاً مع موضوع الاستعمار الفرنسي وكذي تم سرقته وراح لفرنسا، وفرنسا أهدته حق يعني مسابقة ملكة جمال العالم وقتها في التصنيع. عاد انتم شوفوا كم يعني انباع. واللي صادف موضوع وجود الحجر بأي مكان يكون فيه لابد تصير فيه مشاكل، والجماعة هذه كانوا عارفين هذا الموضوع، وعينهم أصلا كانت على فقط الحجر، أو المرمى الأساسي لهم كان هذا الحجر اللي ياخذونه. فهني اخطفوا الطيارة وطلبوا الفدية 15 مليون. والغريب أكثر من الموضوع مو الاختطاف نفسه كثر ما هو يعني اختفاء الطائرة من الرادارات حول العالم. أبراج المراقبة ما تقدر تشوف الطيارة، وشبه انقطاع تام ما بين يعني أبراج المراقبة اللي موجودة بالدول والطائرة، وكأن الطائرة هذه دخلت مثلث برمودا جديد. إحدى ملكات جمال العالم تقول أن اللي شافته داخل الطيارة ما كان طبيعي، لأن الخاطفين هو فعلا يعني ملثمين وكذا، لكن فيهم يعني عينهم فيها شر مطلق على حد تعبيرهم. ولما نقول احنا شر مطلق كانت تقول ان هذا مو بشري. الناس كانت تاخذها على اساس انهم قاعد يبالغون، لكن هي كانت فعلا تعني انهم حرفيا لم يكونوا بشرا. احنا نسميهم جن، هم يسمونهم ارواح شريره. تكمل ملكة جمال العالم شو تقول؟ الى كل الصحف اللي تبي تاخذ هذا الكلام، يرحم امكم لا تصدقون اي خرابيط تطلع، لان كل الكلام اللي انا قلته كذب. فعلا وفي خبر نشر بالقبس، بس هذا الخبر تأليف.